بناءً على طلب الجمهور، أنا جاي أتكلّم عن الback to school. يا جماعة الفيديو ده جاي يتكلّم عن المدارس، أخيرًا هنتكلّم عن المدارس. الفيديو اللي اتطلب منّي أكتر من 20، 30 مرّة، ده بناءً على طلب الجمهور بجد. والحقيقة إن أنا قررت إن أنا أخيرًا أعمل الفيديو ده، لإن القصة بدأت لمّا واحد صاحبي جاله مكالمة من المدرسة بيقولوا له والله إحنا مشّينا البنت من المدرسة، رجّعناها البيت. ليه؟ علشان اتأخرتوا في دفع المصاريف. مع العلم إن البنت كان بقى لها 7 سنين بتتعلم في نفس المدرسة، ولكن لم تأخذهم بها رحمةً ولا أي شيء خالص، وقرروا إن هم يمشّوها من المدرسة، بس عشان أبوها اتأخر شوية في دفع المصاريف، مع العلم إن مش دي بنته الوحيدة، ده عنده كذا طفل تاني. عشان كده الفيديو ده مهم جدًا، جدًا. لازم تحدد مصيرك ماديًا، وتحدد مصيرك معنويًا، وتحدد مصير بنتك تعليميًا. الفيديو ده لامم كل حاجة، ما أعتقدش إنك أنت هتحتاج تتفرّج على أي فيديو تاني ليه علاقة بالمدارس، لإن أنا لمّيت لك كل حاجة في الفيديو ده. فأنا كل طلباتي يا معلم كوباية القهوة الجميلة، شوب الشاي براد الشاي الكبير كده، وتعالَ بقى وطقطق لي ودانك عشان الموضوع كبير. بُص يا معلم، أنت لو جاي تعيش في دبي، فأنا بالنسبة لي إن اختيار البيت اللي أنت هتقعد فيه مش أصعب قرار إن أنت ممكن هتاخده، يعني يمكن أصعب قرار ممكن تاخده في حياتك هو المدارس اللي هتدخّل فيها عيالك. أنا شايف إن المدارس priority، يعني أنت تختار المدرسة الأول، بعد كده تختار أنت هتعيش فين، لإن لازم تكون من وجهة نظري طبعًا المتواضعة، لازم يكون البيت جنب المدرسة، وبالتالي يا عزيزي المدرسة اللي أنت هتدخّل فيها عيالك أهم من العربية اللي هتشتريها، أهم من المنطقة اللي هتسكن فيها. ده أصعب قرار ممكن تقعد تلِف حواليه بالشهور عشان تنفّذه، لإنك أول ما هتبتدي تدوّر هتكتشف إن الموضوع مش بس المدرسة بكام. لا، 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 الموضوع أكبر من كده بكتير. أنت محتاج أصلًا تفكّر أنت هتختار إيه، بريطاني والّا أمريكي والّا IB والّا وزاري والّا هندي، ده غير كمان إن طلع دلوقتي فرنسي وغيرهم، وغيرهم حاجات كتير أوي. بمجرد ما هتبتدي تحدد النظام اللي أنت عايز تدخّل ابنك والّا بنتك فيه، هتبتدي تفكّر بقى طب المصاريف كام بقى، 30,000، 40,000، 50,000. خُد بالك إحنا لسه هنخش في التفاصيل دي دلوقتي فركّز معايا. وليه باقول لك ركّز معايا، لإن المصاريف بتاعة المدرسة مش هي دي النهاية، في عندك تاني حاجات كتير أوي هنتكلم فيها في الفيديو ده. الباص، اليونيفورم، الكتب، الأنشطة، الرحلات. في مدارس بقى بتحتاج رسوم تسجيل، وفي مدارس بتحتاج لابتوب أو تابلت ييجي الطفل بيه لمّا ييجي أول يوم، لدرجة إنك بييجي عليك وقت كده بتسأل نفسك سؤال تقول هو المصاريف دي كلها بتروح فين؟ للمدرسة؟ يعني أنا حاسس إن أنا باجهّز بنتي، دي داخلة تتجوّز. وأنا في الفيديو ده ما تستناش منّي أقول لك إن أنا جاي أقول لك على أحلى أو أجمل 10 مدارس في دبي دخّل ولادك فيهم. أنا أصلًا مش مؤمن إن في حاجة اسمها أحسن مدرسة لكل الناس، أو أحسن أو top 10 schools، أو أفضل 10 مدارس تارجتهم لمّا تيجي دبي علشان تدخّل ولادك فيهم. أنا مش مؤمن بحاجة زي دي. أنا في الفيديو ده هادّيك كنز تمشي عليه، أنا هاقول لك أو هاوجّهك لطريقة تختار بيها المدرسة المناسبة لابنك أو بنتك، وكمان تكون مناسبة، ودي أهم حاجة، تكون مناسبة للبادجت بتاعتك، لميزانيتك، لمرتبك. وفي آخر الفيديو كمان هاقول لك إيه أكتر غلطة ناس كتير بتغلطها في موضوع المدارس ده. فكمّل معايا الفيديو للآخر، يعني أنا عارف إنه فيديو طويل شوية بس كمّل معاه للآخر. وأول حاجة عايز أبتدي بيها وهو معلومة إن دبي ما عندهاش نظام تعليمي واحد، لإن دبي فيها عدد ضخم جدًا، في كمية كبيرة من المدارس هنا، وبتقدّم حوالي 17 منهج مختلف. فأنت يا معلم مش بتختار مدرسة بس، أنت في الأول هتختار المنهج من ال17 منهج اللي بيتقدّموا، وبعدين تبقى تشوف المدرسة اللي هتدخّل فيها عيالك. يعني مثلًا إحنا في مصر متعودين أوي لمّا نيجي نسأل عن المدارس نقول لك أنت ابنك في مدرسة إيه؟ British والّا American؟ ولمّا اتطوّرنا شوية قال لك كمان بقى في IB. والله العظيم يا جماعة أنا بقيت أحس إن أنا مش داخل يعني فاهم، أشترك لابني في مدرسة أو أدخّله يتعلّم، أنا حاسس إن أنا باشترك في باقة إنترنت. طيب أنا كنت راجل جاهل الصراحة، ما كنتش عارف يعني إيه British والّا American والّا IB، بس خلّيني أبسّطها لك دلوقتي. إيه الفرق ما بينهم؟ خلّينا نبتدي الأول بالبريطاني أو اللي هو الBritish يعني. بُص هتحس في البريطاني إن في مسار كده أكاديمي واضح، أنت عارف ابنك بيتعلّم إيه، وبعدين لمّا يبتدي يكبر ويروح في مراحل متقدمة شوية، يبتدي يختار التخصُّص اللي عايز يدرسه. وبالمناسبة دي أكتر حاجة شائعة هنا في نظام المدارس في دبي، معظم المدارس هتلاقيها بريطاني. إنما بقى لمّا تروح للأمريكا هتبتدي تسمع بقى KG1، KG2، Grade 1، Grade 2. والنظام الأمريكي نظام دلع شوية، يعني جنب التعليم بيبتدي يدّيك بقى حاجات أنشطة ومشاريع الطالب بيبتدي يعملها جنب الامتحانات. وخُد بالك دي نقطة مهمة جدًا، يعني ما تروحش تختار المدرسة الأمريكان علشان بس
بس اسمها أمريكان، في تفاصيل جوّه أنت لازم تعرفها، لازم تعرف المدرسة مُعتمدة منين، وطريقة التدريس والتقييم عندها إيه، لإن كلمة American school دي لوحدها مش كفاية إنك تقيّم جودة المدرسة دي. وتالت نظام عايز أتكلم عليه وهو الIB، ده جديد منه بقى، واللي بيسموه بالبلدي كده الInternational Baccalaureate. الحاجات دي يا جماعة ما كانتش على أيامنا، أنا كنت في مدرسة عادي، مدرسة حكومي صباح الفل، لكن ظهر الAmerican والBritish كنا دخلنا في سكة تانية خالص. دلوقتي بقى في حاجة اسمها الIB، البكالوريا يا جماعة، ده بقى يا معلم منهج دولي، فكرته الأساسية مش إن الطالب بيخش يرزع الكلمتين أو يحفظ الكلمتين اللي في الكتاب ويخش يمتحن فيهم، لا، 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 الموضوع بقى أحلى وأبسط وأجمل من كده، الموضوع كله بيبقى فيه تركيز على الأبحاث والتفكير النقدي والمشاريع اللي بيعملها، ده غير إن جزء كبير جدًا كمان من دراسته بيكون فيه مشاكل وهو مطلوب منه إنه يحل المشاكل دي، فنظام الIB بيشتغل على دماغ الطفل أكتر وعلى مخه، وأنا الصراحة باحبه، لإنه بيخلّي الطفل معظم الوقت دماغه شغالة، تحس كده إن هو حابب اللي بيعمله، حابب اللي بيدرسه، لإن الطفل بيتعلم إزاي يفكّر، مش شغل اللي هو إيه، أجاوب على السؤال ده إزاي عشان أنجح. لكن برضه خُد بالك من حاجة، الIB مش مناسب لكل الأطفال، يعني مش كل الأطفال بيمشي معاهم حوار إن فكّر أكتر ما تحفظ دي، ده غير كمان إن في مراحل متقدمة قدّام شوية كده بقى إعدادي وثانوي والجو ده، بيبقى الموضوع complicated، بيبقى demanding، بيبقى متطلب، بيبقوا عايزين أبحاث وأنشطة ومشاريع. أنا عن نفسي باحب الحاجات دي، يعني أنا بصراحة أحب بنتي أو ابني يخشوا النظام ده ويكمّلوا فيه، لإن في تفكير وفي كده شغل دماغك شغالة، لكن قدّام بيبقى متطلب أكتر من الأمريكان وأكتر من البريتش، فما ينفعش حد ييجي يقول لك لأ بُص دخّل ابنك أو بنتك IB، الIB أحسن، وأنت يا معلم تاخد الكلام وتتوكل على الله وتمشي عادي جدًا، لإن الموضوع مش النظام الIB هو أحسن حاجة، هو أحسن لمين؟ أحسن لابني، ما ممكن يكون أحسن لابنك بس مش مناسب لابني، وطبعًا في مناهج تانية كتير زي الفرنسي والألماني والياباني والهندي، فاللي عايز أقوله لك في النقطة دي إن النظام اللي ابنك هيتعلم عليه ده مش مبني عن voting أنت واخده من الناس أو تقييم الناس عامةً لنظام معين، أنت لازم تفهم إيه اللي مناسب لابنك، مش إيه اللي الناس شايفاه كويس عامةً في العموم، وهنا بقى أنا عايزك تسأل نفسك سؤال أنت هتستغربني أصلًا إن أنا باسأله، هو أنت هتعيش فين كمان 5 سنين؟ لإن خُد بالك إجابتك على السؤال دي هتحدد ابنك هيتعلّم إيه، وهيتعلّم نظام إيه، وإيه اللي متماشي معاه، وإيه اللي متماشي معاك أنت كمان. السؤال ده أنا شايف إن ناس كتير جدًا أصلًا ما بتفكّرش فيه، اللي هو معروف هنا في دبي إن الBritish منتشر والنظام البريطاني ده أحلى حاجة، فدخّل ابنك فيه. مع إنك ممكن كمان 5 سنين أصلًا ما تكونش عايش هنا في الإمارات، ممكن تكون رجعت بلدك مصر مثلًا، أو رجعت الدولة اللي أنت جاي منها، بغض النظر يعني مش شرط مصر. فأنا مش عايزك تختار المدرسة بناءً على حياتك اللي هي دلوقتي، أنا عايزك تبُص لقدّام، عايزك تقول أنا مثلًا الplan بتاعتي إن أنا جاي الإمارات هاقعد فيها 5 سنين، فأنا ابني مثلًا دلوقتي في KG2 فكمان 5 سنين هيبقى في إعدادي مثلًا، فلأ إحنا ما عندناش في مصر نظام الIB، أو إحنا ما عندناش في مصر النظام الأمريكان اللي بيدرسوا هنا، فأنا أدخّله بقى British هنا علشان كمان 5 سنين لمّا نرجع مصر إن شاء الله يكمّل عادي جدًا وما يحصلوش الconflict، ما يحصلوش الصدمة، لإن الأطفال بتصطدم بسبب موضوع التعليم ده، وصدّقني الموضوع ده مهم جدًا، لإن تغيير المنهج للطفل أصعب بكتير جدًا من تغيير المدرسة، خصوصًا لمّا الطفل يكبر، يعني كل ما بيكبر كل ما كان تغيير المنهج أصعب بكتير من وهو صغير. نخش بقى على أهم نقطة في الفيديو، الفلوس. طبعًا دلوقتي كل أب هيشد كرسي ويرفع كوباية القهوة وهيبتدي بقى يركّز معايا، اللي هو قُل لي بقى، اهرش لي في ضهري بقى، أيوه قُل لي بقى هاترزع كام، هادفع كام على كل عيّل عندي في البيت. بُص يا عزيزي أنا عايز أقول لك على حاجة مهمة جدًا، أسعار المدارس هنا في دبي غريبة الشكل والنوع، متفاوتة، مختلفة، قُل زي ما تقول قُل، يعني أنا ما أقدرش أثبّت لك رقم، ما ينفعش آجي أقول لك بُص يا معلم المدارس في دبي بتتكلف 30,000 درهم في السنة، أو مثلًا آجي أقول لك بُص مستحيل المدارس تعدّي 50,000 درهم في السنة، مستحيل، ما فيش حد هيخش يقول لك في فيديو كده، واللي يقول لك في فيديو أو يكلمك direct سواء أب أو أم أو whatever مدخّل عياله مدارس هنا، ويقول لك بُص يا معلم المدارس هنا ما بتعدّيش ال50,000 درهم، ما تدّوش ودانك، ما تسمعلوش.
لإن زي ما قُلت لك هو ما فيش رقم ثابت، في موقع اسمه KHDA التابع لوزارة التعليم هنا في الإمارات، بينشر عليه دايمًا البيانات اللي ليها علاقة برسوم المدارس اللي موجودة في الإمارات. لو دخلت مثلًا وسرِّشت على مدرسة مثلًا أمريكية، نظام أمريكي، هتبُص هتلاقي المصاريف الدراسية بتاعتها 26,000 درهم في السنة، وعلى طول جنبها كده وأنت بتدوّر في البيانات هتلاقي تاني مدرسة تانية بريطانية أو نظام British، وهتلاقي مصاريفها 50 و60 و80 وبتوصل والله العظيم ل90,000، لكن قبل الخصم، ساعات بيعملوا خصم. فكلمة أو expression مدارس دبي غالية دي لوحدها مش كفاية، لكن الأدق عشان نبقى خلّصنا النقطة دي، إن في range كبير جدًا من المدارس اللي موجودة في دبي هو فعلًا غالي مش رخيص، ولكن ده لا يمنع إن في برضه مدارس رخيصة. وأنا باقول لك النقطة دي ليه؟ علشان أنا عايزك تبتدي تحدد ميزانيتك قبل ما تروح تدوّر على المدرسة، يعني ما تروحش فاتح الExcel sheet اللي موجود على KHDA وتبتدي بقى تجيب المدارس من أولها كده 50، 60، 90. أنت لو البادجت بتاعتك أو ميزانيتك 25,000 يبقى لازم تحددها الأول، وبعد كده خُش دَوّر على المدارس اللي جوّه ميزانيتك، وما تضيّعش وقت على حاجة تانية برّه ميزانيتك، لإن أنت وارد جدًا تخُش جوّه في الموقع وتلاقي مدرسة حلوة أوي وعجبتك وملاعب كورة وحمامات سباحة وأنشطة جميلة أوي بتتعمل للعيال وتنبهر، لأ وكمان بقى جنب البيت فتروح قايل أيوه هي دي اقفش لي دي، المدرسة دي اللي هاعلّم فيها عيالي، بعدين تخش يا معلم تشوف المصاريف كام تلاقيها هوبا 60، 70 ألف فتاخد على وشّك، لكن خُد بالك الرسوم الدراسية اللي أنت بتشوفها دي هي مش التكلفة النهائية للرسوم التعليمية اللي أنت هتعلّم بيها بنتك أو ابنك في خلال السنة كلّها، ودي أهم نقطة في الفيديو. لو عجبتك مدرسة من الExcel sheet اللي هتشوفه ده، لو عجبتك مدرسة تحت ميزانيتك اللي خلّينا نقول إن هي ب30,000 فما تعملش حسابك إن التكلفة النهائية 30,000، لإن في حاجة مهمة أوي اسمها الschool fees fact sheet، ودي ورقة مهمة جدًا موجودة في المدارس الخاصة، وتقدر تدخل على دليل KHDA وتشوفها بنفسك. دي بقى هتلاقي مكتوب فيها حاجات كتير جدًا، بدايةً من الرسوم الدراسية، الرسوم الإلزامية، الsupplies اللي هي الكتب بقى والكراريس كشاكيل والأقلام والألوان والصلصال، وفي حتة كده في الآخر اسمها الoptional service وهي الservices أو الخدمات الاختيارية، دي بقى ليها علاقة بالأنشطة، عايز ابنك تدخّله بقى summer camp، نشاط بقى الwinter camp، الحاجات اللي فاهم، شوية كده أنشطة كده اختيارية لو حابب تحطها معاك كمان موجودة في الدليل، إحنا كاتبين لك كل حاجة عشان ما تجيش تقول لنا لأ أنا ما أعرفش، أنا فاكر إن هي 30,000 وهاخد بنتي أخش تتعلم الكلمتين وتطلع تمتحن الامتحانين وأشوفها دكتورة قد الدنيا منورة الدنيا، فالschool fees fact sheet ده بمثابة مثلًا إيه، عقد جنب العقد، يعني بعد ما دفعت الرسوم دي الحاجات اللي هنتفق عليها قبل ما البت تخش، عشان بس تبقى فاهم. وحتى كمان بيعملوا حاجة لذيذة أوي، يعني بيكتب لك بعض الخصومات اللي هي ممكن تتعمل لك في خلال السنة، الخصومات الdiscounts اللي ممكن تقابلها، وأنا شايف إن دي حاجة كويسة بالمناسبة، لإنك بتكون شايف الموضوع بشكل أوضح، مش بعد ما بتدخّل ابنك أو بنتك مثلًا برسوم معيّنة أو بمصاريف مدرسة معيّنة، فجأة تتفاجئ إنك دافع نُصّهم بقى حاجات تانية وأنت مش عارف الحاجات دي جات منين. عشان كده يا ابن الناس قبل ما تقدّم في أي مدرسة، افتح الfact sheet وما حدّش يقول لي يعني إيه بالعربي، قشطة يا معلم؟ أنا اللي أعرفه إن اسمها الfact sheet. ومن هنا بقى خلّينا نخش في موضوع مهم أوي، الباص يا جماعة، أوتوبيس المدرسة، الأوتوبيس اللي بيتمنى كل أب إنه يكون مصاريفه حنيّنة علشان ما يضطرش كل يوم الصبح ياخد عياله للمدارس وبعدها يطلع الشغل، ومن هنا يضطر إنه يصحى كل يوم الساعة 5:00. ناس كتير جدًا، جدًا بتحسب مصاريف المدرسة اللي هي الرسوم اللي بتدخّل بيها عيالها المدرسة، وبتنسى خالص إن في مصاريف قد كده أهم بكتير جدًا من مصاريف المدرسة، وهي مصاريف الباص. أنا من وجهة نظري ممكن عادي أصرف نُص تركتي على الباص، في مقابل إني أنام شوية، في مقابل إني ما اصحاش 5:00 أشيل معايا عيال في العربية واروح أطلّعها على المدرسة. أنتم عارفين اللي بيصعب عليّا مين؟ مش اللي هو عنده عيّل طفل كده دخّله المدرسة فبيدفع له الرسوم والأوتوبيس بتاعه، أُمّال اللي عنده 2 و3 بيعمل إيه يا جماعة؟ لأ وعايش في دبي، بسم الله ما شاء الله عليك. خُد بالك برضه في أسئلة مهمة جدًا لازم تسألها للمدرسة قبل ما تشترك في موضوع الباص ده، يعني الباص ده بييجي الساعة كام؟ وهياخد ابني الساعة كام؟ وهيرجّعه الساعة كام؟ ساعات كتير جدًا وده موقف متكرر وأبّهات وعائلات كتير جدًا اتكلموا في الموضوع ده، إن أنت already أصلًا المدرسة جنب البيت، يعني ربع ساعة أو 10 دقايق جنب البيت، الباص بيعمل إيه؟ بيخلّي الأطفال اللي ساكنين جنب المدرسة هم آخر ناس يوصّلهم البيت، ليه بقى يا معلم؟ الأوتوبيس بيطلع ياخد الأطفال يودّيهم الناس اللي بعيدة الأول، يودّي البُعاد الأول، اللي ما بينهم وما بين المدرسة ساعة مثلًا، فابنك بقى يفضل قاعد في الأوتوبيس لحد ما يوصّل الناس اللي هناك اللي على بُعد ساعة من المدرسة، علشان إيه بقى يا باشا؟ عشان السواق في الآخر خالص وهو راجع ينزّل الطفل البيت عندك، وبعدين يركن في المدرسة اللي هي جنب بيتك، فيعني ده أسلوب غريب جدًا وعجيب،
والمشكلة إن مدارس كتير جدًا أو أغلبية المدارس بيستخدموا الأسلوب ده، فأنت يا معلم روح اسأل وأكد عليهم، أنا ابني هينزل الساعة كام، هتاخده من قدّام باب البيت الساعة كام، وهترجعه لي الساعة كام، وفي كمان عائلات على فكرة بيسألوا هو الباص بيstop كام مرّة، بينزّل كام طفل من أول ما ابني بيطلع من المدرسة لحد ما بييجي لي البيت، فالأسئلة دي ما تتكسفش، روح اسألها، ودي من الأسئلة المهمة إن بسببها هتأثّر على نفسية الطفل، ما تجيش تتصدم بعد ما تدفع فلوس الباص وتدفع فلوس قد كده كرسوم مدرسة وتبقى عملت اللي عليك وفي الآخر تلاقي ابنك مش مرتاح، وجاي لك خارج من المدرسة تعبان وكاره حياته بسبب تفصيلة صغيرة زي دي. كده يعني أعتقد نكون خلصنا من موضوع الباص ونخش في موضوع اليونيفورم والتابلت واللابتوب والكتب والأدوات المدرسية والأقلام والكراريس والجلاد والحبشتكنات اللي إحنا كنا بنجيبها وإحنا صغيرين دي. بيسموها دلوقتي stationery. خد بالك في مدارس معينة بتطلب تابلت أو لابتوب أحيانًا، يعني التابلت لا يكفي بالنسبة لهم، ابني داخل يحضّر دكتوراه من KG2 عشان كده باقول لك هي الأرقام بتختلف هنا بقى من مدرسة للتانية، حسب احتياج كل مدرسة وحسب متطلباتها، عشان كده أرجع أقول لك تاني ما تنساش تبُص على الfact sheet، الfact sheet مكتوب فيه حتى التفاصيل دي، طفلك مطلوب منه يجيب لابتوب والّا تابلت، كام عدد الكشاكيل، كام عدد الكراريس، النوت بوكس، الحاجات اللي أنا باقول لك عليها دي، كل ده مكتوب في الfact sheet يا معلم، فما تنفّضش للfact sheet أبوس إيدك، والKHDA نفسها بتوضّح إن الحاجات دي من الأساسيات، وساعات كمان المدرسة بتشترط عليك إنك تجيب مثلًا يونيفورم من supplier معيّن، من مورد معيّن، من محل معيّن، لازم تروح تجيب منه اليونيفورم والكتب اللي ابنك هيتعلم منها، وحاجات تانية برضه من المتطلبات اللي بيكونوا كاتبينها في الfact sheet ممكن تكون بقى من أماكن تانية، يعني ممكن تروح تجيبها من مورد تاني أو من أي محل تاني، فأنا مش عايزك تفترض حاجة من دماغك، نزّل الfact sheet بتاع المدرسة وشوف إيه المتطلبات وأبوس إيدك اسأل، يعني الحاجة اللي أنت مش عارفها اسأل، عشان ما تروحش تجيب حاجة في الآخر هتلاقي نفسك صارف فلوس على الفاضي وابنك ما استخدمهاش أو ممكن تكون جبت الحاجة الغلط، ارجع للfact sheet ولو مش فاهم حاجة كلم المدرسة واسأل. وده يودينا بقى للنقطة اللي بعدها بعد ما جبنا الكراريس والكشاكيل واشتركنا في الباص ودفعنا رسوم المدرسة، نخش بقى على الدهاليز، نخش بقى على الactivities بقى الأنشطة، الأنشطة اللي ابنك هيخش يعملها بقى ويبدع فيها، الفنان اللي جواه هيطلع، هيبتدي يطلع، وأنت راجع كده من الشغل في ساعة روقان هتلاقي ابنك داخل عليك وبيقول لك: "بابا أنا عايز ألعب سباحة، بابا أنا عايز ألعب كورة، بابا المدرسة عندنا بيقولوا إن أنا ممكن ألعب باليه، بابا أنا عايز ألعب كاراتيه." أنت كل يوم هتلاقي الواد داخل عليك بنشاط شكل، يعني عايز يلعب كل الألعاب في package واحدة، معلم ده خراب بيوت، فأنت من البداية كده تعرف ميوله إيه، على الأقل يعني تminimize الليستة دي ل2، 3 ويجرّب فيهم كده في الحنيّن، علشان مش كل شوية تشترك له في نشاطات، تشترك له في نشاطات وفي الآخر يتخرب بيتك. خُد بالك برضه مش كل المدارس عندها الأنشطة أو الرياضة اللي هيلعبها ابنك بفلوس، في كتير جدًا مدارس بتبقى الأنشطة دي مجانية ببلاش يعني. كمان عندك يا معلم الschool trips اللي هي الرحلات المدرسية، وعندك الcamps الwinter camp والsummer camp، في بقى معلم في مراحل أكبر ابنك بيروح بقى في الinternational trips، يعني بدل ما كنا بنوديه مدينة الدلافين هنا في دبي، هيبتدي بقى يطلع يقول لك بابا أنا طالع رحلة مع المدرسة إنجلترا، طالع رحلة مع المدرسة فرنسا، طالع رحلة مع المدرسة البرتغال، راح أسلم على كريستيانو، يا اسطى مش كده، ده غير بقى شوية حاجات صغننة كده زي مثلًا يقول لك النهارده هنتصور الصورة المدرسية، اظرفني 500 درهم، النهارده هنعمل اللوحة الفلانية، اظرفني 200 درهم، فالحاجات الصغيرة دي كلها برضه يعني بتحط عليك شوية إيه، شوية فلوس كده صغننة، فأنت برضه حُط في الحسابات كده إيه، 2000 درهم، 3000 درهم كده إيه، شوية حبشتكنات صغننة. الحاجات الصغننة دي موجودة عامةً يعني موجودة في المدرسة، يعني once إنك تختار المدرسة عندهم برضه في الfact sheet ممكن يكتب لك إيه الحاجات الأنشطة وإيه أسعارها، وإيه الحاجات اللي ممكن يعملها الطفل في خلال السنة، فأنت اعمل حسابك عليها من دلوقتي. والنقطة دي بالذات بقى تودينا لنقطة مهمة، ألا وهي إيه، مش عايزك لمّا تسمع إن مصاريف المدرسة بس 30، 40 ألف، فأنت تعمل حسابك إن هي 40,000 بس. عايزك بقى من الfact sheet ومن أسئلتك للمدرسة تجمّع كل الكلام ده كله يا معلم، احسب بقى ال40 دي نطّت لكام، ل80، ل60 وخُد ال60 دي اقسمها على ال12 شهر. ليه على 12 شهر؟ لإنّك حضرتك هنا موظّف، أنت بتقبض برضه بالشهر، عشان كل شهر تشيل على جنب مصاريف ابنك أو بنتك، حتى لو هيستخدم جزء صغير منها، يبقى الباقي برضه احتياطي موجود علشان نظام الأنشطة والcampus والحاجات اللي أنا كلّمتك فيها دي كلّها. أنا بصراحة باعتبر المدرسة دي بمجرّد ما ابني بيخشّها، ده بقى فرد من العيلة، ده واحد بياكل ويشرب وليه مصروف وليه اهتمام، فما تستهونش بالبند ده يا صاحبي. أنا أعتقد الشمس راحت وأنا أصلًا باصوّر على إضاءة الشمس، فيا رب تكون الصورة حلوة، أنا مش عارف الصورة هتكون حلوة والّا لأ،
لكن خلّينا عشان نبقى في الsafe side أروح أجيب الlight من جوّه وأزنجف الدنيا عشان الفيديو ما يبوظش. حطينا اللايت عشان نكمّل وعلشان نخُش النقطة اللي بعد كده، وهي نقطة التسجيل، إنّك تسجّل ابنك في مدرسة. خُد بالك من النقطة دي عشان النقطة دي فيها update نزل في 2026. المدرسة ممكن جدًا تطلب منّك application fees واللي هي بتكون 500 درهم. من الآخر كده الapplication fees أو ال500 درهم دول علشان تعمل لابنك ملف تقدّم بيه إنّك عايز تدخّل ابنك المدرسة دي، وفي المقابل بعد ما بتعمل الملف ده، المدرسة بتقيّم الملف، بتشوف إن كانت ينفع تقبل ابنك إن هو يكون طالب في المدرسة دي والّا مش ممكن. من المُتعارف عليه بقى إن الapplication fees دي غير مستردة، يعني non refundable، اتدفعت ومش هترجع يا صاحبي. لكن في تحديث جديد بقى بيقول لك إنك لو قدّمت لابنك أو لبنتك على مدرسة ودفعت منها الapplication fees اللي هي ال500 درهم، وبعد بقى ما أنت قدّمت والمدرسة عملت الassessment أو التقييم للطالب واكتشفت إن الطالب ده أو ابنك ما ينفعش يكون طالب في المدرسة عندهم، ففي بعض الحالات اللي محدداها السياسة التابعة لKHDA، الKHDA نفسها هي اللي محدداها، حالات معينة حددتها الKHDA ممكن ترجّع لك فلوسك لو المدرسة رفضت إن هي تجيب أو تدخّل ابنك المدرسة عندها. فأنت لازم تروح تشوف السياسة المذكورة في الKHDA عشان تعرف إيه الحالات اللي ممكن يترد لك فيها رسوم التقديم اللي هي ال500 درهم. تاني حاجة من الحاجات اللي برضه بتدفع بعد ال500 درهم اللي هم الassessment، المدرسة بقى بتعمل لك حاجة اسمها الformal offer، والنبي يا جماعة ما حد يقول لي الكلام ده بالعربي، يعني هي الحاجات دي بتتقال هنا بالEnglish، وما أعتقدش إن في حد جاي هنا دبي هيعيش في دبي وما بيتكلمش ب10% ب20% English. فأنا عايزك تاخد مني الexpressions دي وأنت بقى ترجمها بالعربي بقى واعمل اللي أنت عايز تعمله، بس في حاجة اسمها الformal offer، يعني المدرسة بتعمل لك offer، بتقول لك والله ده الoffer بتاعنا، وأنت يا معلم بمجرد ما بتستلم الformal offer وبتقبله، هنا ساعتها ممكن المدرسة تسألك على registration fees، ودي تاني fees أنت بتدفعها بعد ال500 درهم اللي دفعتها في الأول. وبالمناسبة ده ما بيزيدش عن 10% من المصروفات السنوية، فخُد بالك من النقطة دي كويس أوي، أو بمعنى أصح هو أصلًا الregistration fees دي اللي هي ال10% دي بتكون داخلة أصلًا في الرسوم الدراسية، يعني لو في مثلًا قال لك الرسوم الدراسية 30,000 درهم في السنة، اعرف إن داخلها الregistration fees مش حاجة extra على الرسوم الدراسية، يعني ده ما بيكونش مصروف إضافي، بالبلدي كده. وبرضه ما تنساش تقرا سياسة الاسترداد بالنسبة لل10%، لأن ال10% دي رسوم، فواجب إن هي تكون مستردة في حالة إنك رجعت في كلامك. أنا عايزك دايمًا كده تصحصح معايا، دايمًا وأنت بتدفع فلوس روح دَوّر على سياسة الاسترداد والاسترجاع. نيجي بقى يا جماعة عند نقطة والله العظيم معقدة. تعالوا بقى نتكلم عن السن، سن الطفل بيخش السنة الدراسية من سن كام؟ لأن الموضوع ده معقد هنا الصراحة، خصوصًا بقى للأهالي اللي هم جايين بعيالهم من دول تانية، جاي من مصر مثلًا بنظام معين إن ابنه مثلًا بيخش عند سن 5 سنين، عند سن 4 سنين، وييجي هنا يتفاجئ إن في نظام تاني. أنا عايزك ما تفتيش، يعني ما تجيش مثلًا تقول أنا ابني مثلًا عنده 5 سنين حلو أوي، يبتدي يخش بقى هنا بقى يخش KG2. لا، لا خالص يا صاحبي، الموضوع مش ماشي فاهم، بالموضوع كده، لأ خالص، الموضوع منظم عن كده شوية، لأن بالبلدي كده في حاجة اسمها age cut off أو في قواعد عمرية هم عاملينها هنا. خُد بالك لإن في 2026، 2027 عملوا update، فأنا عايز أقول لك على الupdate ده برضه. الموضوع كُلّه بيحددوا سِن الطفل يوم كام، عشان يحددوا هو هيدخل أنهي سَنة دراسية. يعني مثلًا لو المدرسة بتبتدي أغسطس أو سبتمبر، بيحسبوا بقى سِن طفلك ده بيكون على 31 ديسمبر، 31 ديسمبر ابنك ده هيكون عنده كام سَنة. إنما بقى لو المدرسة بتبتدي من إبريل، وفي مدارس بتبتدي من إبريل، بيحسبوا بقى سِن طفلك من 31 مارس، يعني ابنك لحد 31 مارس كان عنده كام سنة. خلّيني أدّيك مثال، لو شرط دخول KG1 مثلًا في مدرسة معيّنة إن الطفل أو ابنك يكون عنده 4 سنين، المدرسة اللي هتبتدي في سبتمبر اللي جاي ده، هتشوف ابنك كمّل 4 سنين بالفعل قبل يوم 31 ديسمبر وحتى يوم 31 ديسمبر والّا لأ. لو يبقى هو مؤهل إنه يخش KG1. ده طبعًا من ناحية السِن، أنا باتكلّم من ناحية السِن مش من ناحية الassessment أو التقييم. أمّا بقى لو الطفل عندك مثلًا جاي من مدرسة تانية ممكن تكون السنة الدراسية عنده بيحددوها بناءً مش من سبتمبر، بناءً من إبريل، يعني من الآخر كده لو بتنقل ابنك من مدرسة للتانية، فدي بقى بتكون حسب الطالب وحسب سجِلّه الدراسي، بمعنى إنه مثلًا لو جاي من نظام مختلف، هو مثلًا كان American وأنت بتحوّله بتدخّله على مدرسة British،
هنا بيتعاملوا معاه حسب السنة اللي كان فيها قبل كده، قبل ما يتنقل على المدرسة الجديدة، وكمان بيحطّوا في الاعتبار السنة الدراسية وملف الدراسي بتاعه، يعني في شوية عوامل هم بيبصوا عليها، بناءً عليها بيحددوا إن كان الطالب ده اللي هييجي عندهم في الBritish مثلًا هيقبلوه والّا مش هيقبلوه، ولو هيقبلوه هينزل سنة والّا هيفضل في السنة اللي هو فيها عادي جدًا. نفس الكلام برضه بيمشي على ابنك اللي أنت جايبه من مصر، يعني أنت ابنك كان في مدرسة في مصر، هتجيبه هنا دبي وهتدخّله مدرسة في دبي، فالموضوع برضه بيختلف، ما تروحش تحجز مدرسة وتعمل شوية حاجات وتاخد خطوات بناءً على تخمين من دماغك، ابعت تاريخ الميلاد والسجل الدراسي بتاع ابنك للمدرسة الأول، وخلّيهم يبعتوا لك إيميل أو بالكتابة إيه الصف اللي ابنك مؤهل ليه إنه هيخش فيه، يعني هييجي من مصر هيخش على صف كام، هيخش KG1 KG2 grade 1 grade 2 بغض النظر، فخلّيهم يبعتوا لك الgrade اللي هو هيخشه كتابيًا عن طريق إيميل أو خطاب. ده برضه يودينا لنقطة مهمة جدًا، يعني لو الطفل جاي من مدرسة برّه الإمارات أصلًا، لو التسجيل أعلى من grade 1 المدرسة هتحتاج إثبات دراسة للمدرسة القديمة اللي كان فيها، يعني ابنك جه من مصر هيقول لك ادينا بقى إثبات دراسة من مدرسته اللي كان فيها في مصر. طبعًا لو المستندات دي جاية بالعربي وارد جدًا يطلبوا منها ترجمة قانونية أو ترجمة معتمدة، فاعمل حسابك على الموضوع ده كويس أوي. وأنا بصراحة عايز أسألك سؤال، يعني عايز أسألك سؤال مهم، أنا أعرف منين إن المدرسة دي كويسة والّا مش كويسة؟ ده السؤال الجوهري اللي لازم نسأله فعلًا في الفيديو ده، أعرف منين إن كانت المدرسة دي كويسة والّا لأ؟ وهنا بقى عندك ميزة قوية جدًا في دبي، الKHDA بدل يا صاحبي ما تعتمد على جروبات الفيسبوك اللي هم دبي مامز، تلاقي كومنت كده من مامي تقول لك دي المدرسة تحفة، وتلاقي واحدة تانية تقول لك يا جماعة ما تودوش عيالكم المدرسة الفلانية، والتالتة تلاقيها بتقول لك أنا ابني دخلها يوم التلات خرج منها يوم الأربع، ابعد بقى عن الدوشة والهري ده كله وعندك حاجة جميلة أوي، أنت عندك بيانات رسمية من الدولة ممكن أصلًا تبتدي من عندها، ادخل يا معلم KHDA وشوف دليل المدرسة. بُص على المدرسة وبُص على الدليل بتاعها، شوف المنهج، شوف الرسوم، شوف البيانات والتقييمات اللي موجودة المتاحة عنها، بس خُد بالك من حاجة مهمة، هو التقييم مهم لكن برضه مش كل حاجة، ودي نقطة ناس كتير جدًا بالمناسبة بتغلط فيها، يعني ممكن جدًا وارد تشوف مدرسة تقييمها عالي جدًا، بس سبحان الله بعيدة عن بيتك ساعة وربع، أو مثلًا تكلفتها فوق مقدرتك، أو نظامها الأكاديمي مش مناسب لابنك، يعني ابنك بيحب الأمريكان أو الIB وهي أصلًا British، وفي المقابل ممكن بقى تشوف مدرسة تانية ممكن يكون تقييمها مش excellent يعني مش أحسن حاجة، ممكن تلاقيه good أو very good مثلًا، بس تلاقيها قريبة جدًا من بيتك، الإدارة فيها الmanagement ممتازة، ابنك كمان لمّا خدته كده وشاف المدرسة اتبسط فيها وروحه كده ردِّت له، وفي حاجات مهمة برضه زي مثلًا المدرسين فيها ثابتين، يعني مش كل شوية بيتغيّروا، ساعتها بقى أنت حدد مين الأفضل بالنسبة لك، اللي أعلى تقييمًا وبعيدة جدًا عن بيتك والّا القريبة وتقييمها معقول لكن ابنك مرتاح فيها والنظام الأكاديمي في التعليم فيها مناسب لابنك، عشان كده ده هيودينا لنقطة تانية مهمة عايز أقول لك عليها، وهي إنك تروح المدرسة بنفسك، أبوس إيدك ما تبصش على الصور وتكرر من الصور، روح المدرسة، زور المدرسة بنفسك، أنت لو دخلت على أي موقع من أي مدرسة هتبُص هتلاقي المدرسة نضيفة وجميلة ومتطورة، وفي شوية أطفال كده في صور بيضحكوا والفرحة باظة من عينيهم، وفي صورة تانية كده لمدرس فاتح كتاب كده وفاهم ومبتسم وهو بيشرح، تحس إن إحنا يعني في الجنة ونعيمها، بعدها على طول كده تبُص تلاقي طفل كده قاعد في المعمل وماسك المواد الكيميائية بقى وعمّال بيتشقلب بقى أحمد زويل في نفسه أوي، بعدها على طول صورتين كده لطفلين قاعدين في الجنينة بيزرعوا شوية ورد على شوية شجر والدنيا خضار في خضار، تحس إن ابنك لو دخل المدرسة دي هيطلع أينشتاين كمان سنتين 3، فكك بقى من الكلام ده كله، أنت لازم تروح تعمل school tour، كلم المدرسة كده قُل لهم يا جماعة أنا عايز أحجز، أنا عايز أعمل school tour، عايز أعمل جولة مدرسية، تحضّر للزيارة دي يعني روح كده وأنت معاك شوية أسئلة حلوة، مش رايح تتفرج على حمام السباحة لأ، معاك شوية ليستة أسئلة كده علشان تقدر تقيّم المدرسة وتفهم هي مناسبة لابنك والّا مش مناسبة، وأنا هادّيك يا معلم كام سؤال كده اكتبهم برضه في الليستة عشان يبقوا جاهزين وهابقى ساعدتك يعني، اسأل مثلًا كام طفل في الفصل، كام مدرس هيدرس لابني ومساعدينهم مثلًا، كام مساعد مدرس، معدل تغيير المدرسين كل سنة قد إيه، هل 20% منهم بيتغيّروا، 40% بيتغيّروا، لإن خُد بالك especially الأطفال أو السن الصغير 5 سنين، 4 سنين الجو ده، لمّا بيتعودوا على مدرسين معيّنين بييجي لهم شوية حالات نفسية كده لمّا بيبقوا متعلقين بمدرس ويمشي تاني سنة. في برضه سؤال ممكن تقول لهم أنتم بتتواصلوا مع الأهل إزاي؟ يعني ابني لو في مشكلة والّا حاجة بيبقى عن طريق التليفون والّا مسدجات والّا إيميلات؟ لإن في ناس بتستهبل فاهم؟ يقول لك والله ابنك عمل الحاجة الفلانية أو ابنك وقع اتعور وإحنا بعتنا لك إيميل وأنت ما رديتش على الإيميل. يا اسطى أنا ما بافتحش الإيميل،
أنت في رقم تليفون تقدر تكلمني على التليفون، فأنت برضه اسأل، قُل لهم التواصل عندكم بيتم عن طريق التليفون والّا الإيميل والّا إيه والّا الخط الأرضي والّا بتعملوا إيه؟ في برضه سؤال مهم، الطفل لو ذكي ومتقدم جدًا في أسلوبه دراسيًا، يعني الواد ذكي وكويس، في الحالة دي بتعملوا إيه؟ لإن خُد بالك في أنظمة بتوافق إن الولد مثلًا ياخد السنة في السنتين في سنة، يعني يخلّص تلاقي كده 13 سنة وداخل الجامعة. في برضه سؤال مهم جدًا والله أنا شايف إن ده من أهم الأسئلة، التنمر لو حصل على الطفل، لو حد تنمر على ابني أو ضايقه أو ضربه، إيه السياسة اللي بتستخدموها هنا؟ بتحققوا في الموضوع إزاي؟ أنا عشان أحمي ابني من التنمر، من الضرب، من أي حاجة ممكن تحصل له، أنتم إيه السياسة اللي بتستخدموها في الحالات اللي زي دي؟ في سؤال برضه مهم جدًا، العربي، يا جماعة أنا بنتي ما بتتكلمش عربي، أقسم بالله باحاول أعلمها عربي بالعافية، فالعربي أنتم بتعلّموا عربي إزاي، بتهتموا بيه والّا لأ، بياخد كام class في الأسبوع عربي، مدرسين العربي دول إيه الexperience بتاعتهم، خبرتهم كام سنة، دي الأسئلة المهمة، إيه الأنشطة اللي أنتم بتعملوها، الباص نظامه إيه، مواعيده إيه، إيه الرسوم الإضافية اللي متوقعين إن أنا ممكن أدفعها مثلًا في خلال السنة، هي دي الأسئلة اللي تخش تسألها، أنت مش داخل تتفرّج على ملعب الكورة وحمام السباحة حضرتك، وعايزك بقى يا معلم وأنت بتعمل الtour كده وبتلف في المدرسة، عايزك تبُص على الأطفال، بُص في وشوشهم كده ما تقعدش تبُص على المباني وتنبهر، بُص على الأطفال، بُص على وشوشهم كده، شوف كده الطفل مرتاح، مبسوط، بيلعب، هل مثلًا بيتكلموا مع المدرسين بشكل طبيعي والّا في خوف؟ المدرسين مثلًا بيتعاملوا معاهم باحترام وده شايفه قدّامك والّا لأ؟ لإنك ممكن جدًا تخش المدرسة تخش كده الreception رخام وديكور وحاجة تحفة، داخل متحف الشمع، ويستقبلوك بقهوة وعصير واتفضل يا أستاذ واتفضلي يا مدام والدنيا جميلة أوي، تحس كده إنك داخل أوتيل 5 stars فاهم؟ فأنت ما تنبهرش بالاستقبال ده، أنت مش داخل تقضّي يومين 3 ليالي في شرم الشيخ، أنت أهم حاجة عندك الساعة 10:00 أنا ابني هيتعامل إزاي؟ هيدرس إيه؟ المدرسة بالنسبة له حلوة والّا مش حلوة؟ الأسئلة المهمة، يعني فُكّك من دخلة الاستقبال دي. حاجة مهمة برضه عايز أنصحك بيها، بُص ما تتخدعش بالfacilities ما تتخدعش بملعب الكورة، ما تتخدعش بحمام السباحة، ما تتخدعش بالمسرح اللي أنت هتشوفه، اللي ابنك هيتعلم فيه المزيكا وهيتعلم فيه التمثيل مثلًا. بُص يا معلم كل دي حاجات جميلة وبتحسّن من تجربة الطفل في المدرسة، يعني أنا ما انكرهاش الصراحة، لكن طبعًا مش دي الحاجات اللي هتحدد جودة المدرسة اللي هادخّل فيها ابني يعني. أنا عن نفسي لو اتحط قدّامي اختيارين، مدرسة فيها facilities فيها حمام سباحة ومسرح وملعب كورة و، لكن المدرسين فيها بيتغيّروا بنسبة كبيرة 50% منهم بيتغيّروا كل سنة، وقدّامي مدرسة تانية الfacilities فيها قليلة، الملعب صغير، ما فيش حمام سباحة، ما فيش أنشطة اللي أنا متخيّلها، لكن المدرسين فيهم ممتازين، يعني كquality وكجودة للمدرسين stable كده وثابتين وما بيتغيّروش باستمرار والجودة بتاعة المدرسين والدراسة كويسة، يا عم مش عايز لا swimming pool ولا عايز الهَم ده، ما إحنا كبرنا واتعلّمنا في مدارس والحمد لله ربنا كرمنا يعني ولا كان أقصى حلمنا إن إحنا نلعب في الفُسحة في الملعب الصغير وكان رمل كمان ما كانش نجيلة، فأنا بالنسبة لي المدرسين وحاجات تانية أهم بكتير من الfacilities، أنا ابني مش رايح يعمل day use ده رايح يدرس. طيب بما إننا وصلنا للنقطة دي، أقدّم لابني إمتى في المدرسة؟ هنا الإجابة بسيطة جدًا، بدري، يعني ابنك لو داخل السنة الجاية إن شاء الله في شهر 9 السنة اللي جاية مش 9 اللي هو كمان شهر ده لا، لا، لأ، 9 اللي هو 2027 ابتدي من شهر 10 دَوّر له، ابتدي قدّم له ودوّر له للسنة الدراسية اللي جاية، خصوصًا لو أنت مستهدف مدرسة عليها طلب، يعني مدرسة كده سُمعتها حلوة بسبب المدرسين اللي فيها وكمية الناس اللي بيقدّموا طلبات عشان يدخّلوا عيالهم فيها كبيرة، ابتدي من بدري قدّم فيها، لإنّك بتحتاج assessment بتحتاج أوراق، بتحتاج ملفات بتبعتها، بتحتاج توثيق ورق معيّن بيطلبوه منّك، فابتدي من بدري أوي، ابتدي بجد من قبلها بسنة، وخلّي بالك يا معلم من موضوع الخصومات على فكرة، دي حاجة ناس كتير جدًا ما بتسألش عنها، يعني بيقول لك والله إحنا رسومنا الدراسية 30,000 درهم في السنة. على فكرة وارد جدًا يكون عندك خصم وأنت ما تعرفش إن أنت عندك خصم، يعني في مثلًا عندك بعض المدارس اللي عندهم حاجة اسمها sibling discount يعني لو أنت ابنك ابن أخوك مثلًا هنا داخل مدرسة معيّنة وأنت عايز تدخّل ابنك في نفس المدرسة اللي فيها ابن أخوك، في الحالة دي على فكرة وارد جدًا يكون عندك sibling discount يكونوا عاملين لك discount بسبب إن ابن أخوك في نفس المدرسة، وفي عندك كمان الcorporate discount يعني أنت لو شغال في شركة معيّنة شركات البترول مثلًا خلّينا نقول ADNOC أنت شغال في ADNOC وهو المدرسة دي عندها discount 20% لموظفين أدنُك، فأنت دايمًا اسأل إن كان عندك خصم، وحتى لو أنت الشركة اللي بتشتغل فيها ما لهاش discount ولو أنت ابن أخوك مش في المدرسة مثلًا مش هتاخد discount، لأ وارد جدًا يكون عندك حاجة اسمها الearly payment discount يعني أنت لو دفعت بدري شوية، أنت ابنك هيخش السنة اللي جاية مثلًا شهر 9 فأنت جيت من شهر 2 اللي هو السنة اللي قبلها ورُحت دافع الفلوس، بيعمل لك early payment discount لأنك دفعت بدري فبيدّيك 20% 10% فأنت اسأل برضه على الdiscount ده، وبالمناسبة في مدارس كتير جدًا
دايمًا بيبقى في الفيز فاكت شيت اللي كنت باقول لك عليه لو تفتكر أول الفيديو، الفيز فاكت شيت السكول فيز فاكت شيت ده بيبقى مكتوب فيه برضه الخصومات، يعني بيدّيك كده في حالة إنك كذا ليك خصم كذا، في حالة إنك كذا ليك خصم كذا، فبرضه ما تنساش تبُص على السكول فيز فاكت شيت، واسأل يا صاحبي اسأل ما تتكسفش، ما يعني الناس هنا على فكرة بيسألوا على الdiscounts الناس مش عايشة كده وخلاص بتدفع الفلوس وخلاص، على فكرة أنا كنت كده والله العظيم وكنت باغلط الغلطات دي ولقيت نفسي بادفع فلوس هبل على الفاضي، طب ما تسأل، أنت لمّا بتسأل بيطلع حاجة على فكرة، بالله عليك بقى يا معلم أنت لو وصلت معايا في الفيديو لحد الحتة دي ما تنساش تعمل لايك علشان الفيديو ده مش هيتشاف لو ما اتعملّوش لايك أو سبسكرايب، ابعته لحد فعلًا هيستفيد من المعلومات دي، وخلّينا نكمّل بقى أودّيك في نقطة من أهم النقط اللي في الفيديو دي الصراحة، عارف بقى القرار الغلط اللي ممكن يكلّفك أكتر من الفلوس، يخلّيك تدفع كده حاجة أهم من الفلوس، هي إنّك تختار مدرسة بس عشان ترضي الناس، عشان تبيّن إن ابنك دخل مدرسة اسمها معروف مثلًا في دبي، يعني إحنا عندنا في مصر كان في مدرسة زمان طبعًا هي دلوقتي بقت عادية جدًا كان اسمها الشويفات، كانت الناس بتدخّل ولادها مدرسة الشويفات بس عشان أنا مدخّل ابني الشويفات أو بيدرس في الشويفات أو في الheritage أو مش عارف فين، فأنت ما تدخّلش ابنك بس عشان ترضي الناس أو أنت الشكل الاجتماعي بتاعك أنا ابني بيدرس في المدرسة الفلانية، أو مثلًا علشان أنا كل أصحابي وكل أهلي وكل قرايبي دخّلوا ولادهم في المدرسة الفلانية، لا يا معلم الموضوع ما بيتحسبش كده خالص، أنا عايزك تفكّر في ابنك، شخصيته إيه، بيتعلّم إزاي، بيحب إنه يتحط في ضغط وفي منافسة والّا لأ بيحب إن الموضوع يبقى friendly كده ويدرس براحته، ممكن يكون محتاج بيئة أهدى، يعني تكون المدرسة دي دوشة بالنسبة له وهِدِك عليه، هو محتاج بيئة في المدرسة أهدى من المدرسة دي اللي كل الناس مدخّلين عيالهم فيها، يعني بُص له اعرف مثلًا هو خجول والّا اجتماعي، مهتم بالرياضة والّا لأ، وبناءً عليها هتدخّله مدرسة مثلًا الfacility فيها حلوة زي الكورة، زي السباحة، حاجة ليها علاقة بالرياضة اللي بيحبها، بيحب فَن معيّن، بيحب علوم معيّنة، يعني ركّز أكتر في إن المدرسة مناسبة ليه والّا لأ، ما تدخّلش ابنك بس لمجرد إن الناس كلّها بتودّي عيالهم في المدرسة الحلوة دي، أو الاسم المعروف ده، واللي أسوأ من كده كمان إن إحنا ساعات بندخّل عيالنا مدرسة لإن إحنا كنا نتمنى إن إحنا ندرس في المدرسة دي، والله العظيم في أولياء أمور كده، يقول لك والله أنا هادخّل ابني المدرسة الفلانية علشان أنا كان نفسي أتعلّم في المدرسة دي، يا عم أنت مالك يا عم، أنت كبرت واتخرّجت واتجوّزت وخلّفت الواد ده، فأنت ده مش اختيارك، دخّل الولد مدرسة تنتمي ليه وينتمي ليها. ولو أنتم عايزينّي مثلًا أعمل لكم فيديو تاني أو أعمل research أكبر على المدارس، بحيث إن أنا مثلًا أعمل لكم فيديو أهم 10 مدارس أو أفضل 10 مدارس تحت ال20.000 أو في 40.000 أو 60.000 نعملها مثلًا categories اكتبوها لي في الكومنتات، ولو عندكم أي سؤال اكتبوه في الكومنتات، وهاسيب لكم السوشيال ميديا accounts بتاعتي برضه في الdescription عشان لو حد عايز يبعت لي مسدجات هناك، لو حد عايز يسألني أي سؤال هناك، أي حد عايز يعمل لي follow هناك، أنا ما بانزّلش حاجة هناك غير الصور بتاعة دبي وحياتي في دبي والحاجات اللي ممكن بنشوفها وبنعيشها هنا في الstories وكده، فأنا هاسيب لكم برضه السوشيال ميديا accounts عندي في الdescription ولو عندكم أي سؤال يا جماعة وعندكم أي تجربة عن حوار المدارس أو أي قصة، اكتبوها في الكومنتات، قولوا لي الدنيا ماشية هنا إزاي، أو يمكن أنا في point أنا ما اتكلمتش عنها، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، يالّا سلام.